زي ما جبت لك قبل كده أحلى 10 أهداف لمحمود الخطيب، تعال أفرجك معايا النهاردة على ترقيصات وتمتيعات بيبو الأسطورة وهو بيدلع المدافعين. بيبو ما كانش مكنة أهداف بس، لأ، كان لعيب كورة حريف جدا. زي ما هو قدامك كده بياخد الأول ويفرشه مرة والتانية ويفرش التاني والتالت كمان وبيروح يكمل وينهي بأسلوب مميز جدا. بيبو كان لعيب بمهارات استثنائية ولعيب استثنائي. هنا بقى حتة رونالدو، مش هنقول ميسي عشان كان ميسي قصير وهو بيرقص واحد على دايرة السنتر وبيكمل بسرعته وقوته وطوله الفارع على الجون بسبرنت ولا أروع، وكمان يفنش برجله الشمال مش باليمين بمنتهى المهارة والدقة. رغم انه كان بيلعب الماتش ده قدام لاعبين أفارقة، ولكن قوة بيبو البدنية كانت مميزة. ودول بقى أحلى كوبريين هتشوفهم في تاريخ الكورة المصرية كلها. الأول بشماله، التاني بشماله، كوبري أول للعيب الأول وكوبري تاني للعيب التاني، وبعد كده بيرقص حارس المرمى وبيفنش بشماله برضه في قلب المرمى. هو ده بيبو، وهي دي مهارة بيبو الاستثنائية اللي قليل قوي بتيجي في مصر. يعني جه في مصر بعديه مثلا أبو تريكة، جه في مصر بعديه حازم إمام، لعيبة قليلة تتعد على صوابع الإيد. هنا 7 من بتوع زمان، من بتوع الحواري، وبعد ال7 على طول بعد ما خلى المدافع يفتح حوض غصب عنه حط بفينش على طول بوش رجله في قلب المرمى. ولكن ال7 أكتر من مميزة من بيبو، ودي كرة نادرة ودبل كيك نادر لبيبو على طريقة مين؟ على طريقة السلطان زلاتان إبراهيموفيتش. بعد كرة زي ما انت شايف كده صعبة وعالية جدا، ولكن الراجل طار ولعب دبل كيك، وحظه كان وحش ان الكرة دي ما دخلتش جون للأسف، جت في العارضة، كان هيبقى هدف أكتر من عالمي. وهنا بقى بيبو ودبل كيك آخر بعد استلامة على صدره ولا أروع، ولكن المرة دي بتروح في الجول أخيرا الحمد لله. بس شوف الاستلامة، شوف الستايل، شوف ازاي الراجل ناطط وحاطط الكورة بدبل كيك، ولا أروع ولا أجمل ولا أفظع من كده. كان لعيب استثنائي بإمكانيات جسدية وبدنية ومهارية استثنائية محمود الخطيب. هنا بقى حيث الكنترول على الكورة، كورة لازقة في رجله كده بكل زي ما بيقولوا، أو رابطها بإبرة وخيط. الراجل مش عارف يعمل إيه عشان ياخد منه الكورة، عمال يلف حواليه يلف حواليه. قعد ينطق الكورة في الأول وأخدها ولف بيها، وشوف الكنترول إزاي على الكورة، والراجل مش عارف ياخدها منه ولا عارف يعمل منه إيه. لدرجة إن بيبو شوف حتى بعد ما وقع قعد برضه يلم الكورة وكنترول على الكورة مذهل. في الآخر ما لقاش حل غير إنه يعمل الفاول اللي قدامك ده. ودي طبعا مش مهارة، دي حلويات وبسبوسة متغرقة كده بالبندق، وكوبري عالمي من بيبو في قلب المرمى. ومش كوبري بس، كوبري بالكعب، وده الجديد بتاع بيبو ان يسجل هدف بالكعب، وكمان كوبري في المدافع وحارس المرمى واقف يتفرج زيه زينا بالظبط. وهنا كعبين على الرايق كده على السريع من بيبو على طريقة النجم الأسطورة البرازيلية رونالدينيو. وهنا بيبو كان بيمارس هوايته المفضلة وهو فرش المدافعين، وعمل منهم سجاد ومنسوجات من السجون الشرقيون. واللقطة اللي معانا دلوقتي بقى وهو بيقول للمدافع أخدت حاجة من الدنيا يا حسيب؟ قال له لأ. قال له طب خد، وراح مشربه كده كوبري على الماشي على السريع. حاجات من الحلويات بتاع بيبو. يلا نروح نشوف بقى كنترول بيبو على الكورة كان عامل ازاي وهم بيغنوا له بيبو بيبو الله يا خطيب. بيبو 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 الله يا خطيب. بيبو 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 يا سلام يا خطيب. بيبو بيبو بيبو. الأسطورة الاستثنائية دي صاحبة المهارات اللي قدامك واللي عرضتها قدامك ديت، قدر مع النادي الأهلي يجيب 159 هدف، ومع منتخب مصر يسجل 24 هدف في 54 ماتش بس. ويمكن مسيرة الخطيب تأثرت شوية مع المنتخب بسبب إصاباته، لأنه كان لعيب كبير جدا جدا، وكان بيحصل عليه تدخلات والتحامات قوية جدا كانت بتسبب له أذى وإصابات كتير جدا في الفترات دي. محمود الخطيب أسطورة، وأي حد بيحاول يشوهه بيشوهه عشان هو كان راجل بيلسوعه، سواء هو أو أبو تريكة نفس القصة ونفس المنوال. بيحاولوا يشوهوا صورتهم بسبب إن هم كانوا لعيبة كبيرة وكانوا لعيبة بيقدموا كتير في الكورة المصرية.
ويجي بعديهم ناس كتير جدا. وعلى فكرة في زملكاوية كان بنفس موهبتهم او فيهم اللمسة، فيهم اللمحة بتاعت الناس دي، زي حازم امام وزي حسن شحاتة. ولكن التاريخ ما بيكذبش، والفيديوهات ما بيكذبش، والاهداف ما بتكذبش، والمهارات اللي انا عرضتها لك دي ما بتكذبش. ما تنساش بقى تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لقناة اليوتيوب، وكمان تفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد على طول اول باول. واستنوا فيديوهات اقوى واقوى واقوى الفترات اللي جاية. وبس كده، سلام.